للقمة للمباراة الودية الديربي مغاربي عبد الرحمن بين المنتخب الوطني التونسي وفراس شواط. مباراة دائما تكتسي أهمية كبيرة رفقي. لقاءات المنتخب الوطني التونسي وكذلك المنتخب المغربي، وانطلاق اللقاء حاليا في المباراة المنتخب الوطني التونسي. وهذا النجم نحن بعد المجبري اليوم موجود في التشكيلة الأساسية. أيضا علي العابدي عنده الكرة على الرواق اليسار، ثم ضربة مخالفة. بوبو تراوري يقول ما ثم شيء، ثم الالتحام بين أمرابط علي العابدي منذ الدقيقة الأولى. حوار حكيمي العابدي، زوز ينشطوا في البطولة الفرنسية، حكيمي مع باريس سان جيرمان وعلي العابدي مع نيس الفرنسي. الحقيقة شفت ضربة مخالفة للمنتخب الوطني التونسي، ثم الالتحام في انتظار الإعادة. كان الحوار، هذه ردة الفعل بعد تدخل أمرابط علي العابدي. اللحظات الأولى للمواجهة المنتظرة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي. نذكر ببدلاء منتخبنا عبد السلام الحلاوي من الفرجان لفراس شواط معاه ادم ماسينا دون ارتكاب المخالفه. الهجمه الان المنتخب المغربي، ماسينا هجمه مغربيه ردوا بالنا من ملاعبيه بامكانات فنيه كبيره داخل منطقه الجزاء. علي العابدي والركنيه. لعب الشامبيونز ليج كاس رابطه الابطال مع موناكو، يرفع الكره والمحاوله جانبيه. المحاوله جانبيه من رقم 23 بلال الخنوس. امامكم نزل التشامبيونشيب مع فريق ليستر، والتصويبه الرأسية من بلال الخنوس. قلت اختبار رسمي للمنتخب الوطني التونسي. نهائي كأس الكاف 2011 بين النادي الافريقي والمغرب الفاسي. مباشرة السيباري الى النصيري، مباشرة الكرة للحارس أيمن دحمان، ومطالبة بمخالفة من يوسف النصيري اللي فاز بالأوروبا ليج عربي وأفريقي في نصف النهائي. السيباري مباشرة ليوسف النصيري، لاعب ممتاز جدا، بدا خاصة في ساوثامبتون ولكرة القدم التونسية. اختبار من الوزن الثقيل امام المنتخب المغربي. الياس بن صغير التوزيع والمحاوله من الياس بن صغير والصعود ليوسف النصيري، وايضا تواجد السيباري. ايضا اشرف حكيمي حاول مباشرة ادم ماسينا، تواجد كذلك العزوزي اللي يلعب في بولونيا على بنك الاحتياط. السيباري يغير الوجهه، يمشي للجهة اليسرى امامه لاعب شايفين دوينزداي يان فاليري. عز الدين أناحي للمنتخب المغربي، يحاول أشرف حكيمي أمام علي العابدي. أشرف حكيمي توزيعة دقيقة للنصيري، والمحاولة خطيرة للمنتخب الوطني المغربي. يوسف النصيري، المحاولة الرأسية من مجهود من صعود لأشرف حكيمي المتكون في ريال مدريد. نشوفوا الكنترول ونشوفوا التوزيعة دقيقة ليوسف النصيري، والكرة محاذية للمرمى، وأبرز فرصة من جانب المنتخب المغربي والمتابعة من حارس المنتخب الوطني التونسي. التوزيعة من أشرف حكيمي، التصويبة الرأسية منذ قليل يقوم بمجهودات كبيرة من الجهة اليسرى، وإعادة من جديد لأبرز فرصة رفقي لصالح المنتخب المغربي. يوسف النصيري دائما في مناطق الجزاء يتلقى هو الكرة كأول معناها قبل المنافس. وعلى طريقة أكيد الإطار الفني للمنتخب المغربي الراقراقي وأيضا سامي طرابلسي البحث على نتيجة إيجابية. هذه الكرة وأيمن دحمان بعد عرضية. من جديد الأولوية لدفاع المنتخب الوطني التونسي. المحاولة من بالعماري الظهير الايسر للرجاء البيضاوي، وايمن دحمان متالق الى حد الان، وواضح منتخب في قيمه المنتخب المغربي حتى كي ينتصر. ثم انتقادات. المنتخب الوطني التونسي تكتيكيا كان في مستوى الامال، اكيد البحث على المباغته والبحث على التسجيل وكذلك الهجوم.
أول تغييرات سامي الطرابلسي، حازم المستوري من لاعبي الخبرة. صحيح برشا انتقادات أحيانا للفرجاني، ولكن موسم متميز هذا الموسم مع فريق الغرافة. وكرة للمنتخب المغربي، الردوبانة داخل منطقة الجزاء، ينجح الطالبي ثابت يبعد الخطر. منتصر الطالبي ممتاز في تفادي كما قلت انت الياس بن صغير في وضعية مهاجم ضد المدافع، يبقى على أرضية الميدان يوسف النسيري، ثم بن صغير والمحاولة وكرة فوق المرمى، كان مصاب وصلته الكرة وصوب الياس بن صغير. متوسط الميدان الهجومي لموناكو، نشوفوا الإعادة للتوزيع من بالعماري، كرة مباشرة من علي العابدي، لقطة تعريفها بن صغير رب ضارة النافعة في اللقطة هذه. كان مصاب ثم قام حاول استغلال الوضعية نتاعو والتصويبة الأخيرة. أكيد رفقي شفنا منذ قليل حنب على المجبري يغادر وياخذ مكانه أيوب الكعبي. طبعا بنك ثري وخيارات عديدة لوليد الرقراقي موجودة في بنك البدلاء، ممكن عكس المنتخب الوطني التونسي خاصة من الناحية الهجومية. وناحي عنده الكرة يغير اتجاه الكرة على الرواق اليمين، ومرت سلامات تبقى مغربية. بالعماري داخل منطقة الجزاء، وينجح الطالبي في إبعاد الخطر. ما يلزمش نقبلوا اللعب، يلزم نمشيوا لقدام، نحاولوا نضغطوا. مهم جدا عدم ترك المساحات الملاعبية. شوفوا العرضية في قيمة رحيم الكعبي وسيباري، دائما التعادل دون أهداف. سامي الطرابلسي نريد الأفضل. تكون في بلجيكيا متألق وبطل مع بي اس في ايندهوفن في هولندا أيوب الكعبي، ثم أشرف حكيمي للمنتخب المغربي. كرة قصيرة عزين أناحي مباشرة لحارس المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان. اختير بكرات ثنائية وثلاثية المنتخب المغربي، كرات في العمق عزين أناحي في اتجاه سفيان رحيمي، كان حاضر في الجوز الأولمبيك الموسم الماضي، اللي خذا مكان بداية الفترة الثانية في راس شواط. كرة للمنتخب المغربي في المحور، البحث مباشرة على أيوب الكعبي، معها نغرام ويضيع رحيمي. شوف قيمة الثنائي كعبي رحيمي. التمريرة كانت من أيوب الكعبي، ومن حسن حظ منتخبنا رحيمي لم يتعامل بالشكل المطلوب عبد الرحمن مع الكرة. شوف اش عمل الكعبي، ورحيمي ضيع امام مرمى دحمان. صحيح قلب هجوم ممتاز جدا ايوب الكعبي، معناها خرج سفيان رحيمي في وضعيه ممتازه جدا. والمتابعه للمخالفه لمنتخب مغربي بقياده اشرف حكيمي، المحاوله والحارس ايمن دحمان. ممتاز ايمن دحمان امام لاعب متعود على تسجيل رفقي، وتعرف ذلك بمثل هذه الوضعيات حتى في الكان سجل من خلال المخالفه. ممتازه التدخل والديفياسيون وتألق ايمن دحمان امام احد ابرز المدافعين حاليا في العالم. كره متجهه للشباك وتدخل ممتاز وانقاذ الموقف من حارس المنتخب الوطني التونسي. في تنفيذ الركنيه للمنتخب المغربي، يرفع الكرة بالراس ومرة أمام دحمان، مرة أخرى سفيان رحيمي، ومرة أخرى الخطورة مغربية أمام مرمى دحمان. هذه الإعادة تنفيذ ممتاز، والرأسية من رحيمي مرت أمام مرمى دحمان خارج الميدان. ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي، كان قريب مرة أخرى المنتخب. في لقاء داخل اللقاء بين محترف البي جي ومحترف نيس مع فرانك آز، كرة للعيدوني ثم العابدي، المحاولة للمنتخب الوطني التونسي، يلقى في المنافذ، يقترب المنتخب الوطني التونسي. سيف الله الطيف سريع، فنيات كبيرة إن شاء الله مع تنفيذ جيد لركنية حنا بعض المجبري. علاش لا؟
نسجل اول هدف في المباراة. حنبعل بالراس مستوري كاد يكون الهدف الاول. 75 دقيقة لعب. هذه الإعادة باهية، التسديدة الرأسية يطلع أمام أمرابط. صحيح عندهم نجوم ينشطوا في مختلف البطولات الأوروبية بخصال فنية كبيرة، هو منتخب النجوم بامتياز، ولكن عندنا روح المجموعة مغربية. قبل تقريبا 10 دقائق لعب على نهاية المباراة داخل منطقة الجزاء هدف أول للمنتخب المغربي. خطأ كبير من الدفاع ومن غيره بالتأكيد أشرف حكيمي يسجل في الدقيقة 80. المنتخب المغربي ينجح في التسجيل بعد خطأ من دفاع المنتخب الوطني التونسي. نجم البي اس جي المتوج بكأس رابطة الأبطال الأوروبية سجل في النهائي ويسجل في مباراة اليوم الودية في راس بن عربي. نذكر 1-0 هدف أشرف حكيمي أمامكم على الصورة بعد تنفيذ ركنية من الياس بن صغير بعد خطأ من دفاع منتخبنا. بلمسة حكيمي يزور شباك دحمان. 1-0 للمنتخب المغربي. وبعاد الكرة ولو بصعوبة من علاء غرام، ومن جديد أناحي ومن جديد المنتخب الوطني التونسي. لا الكرة لرحيمي مباشرة للحارس أيمن دحمان. وحتى بالنسبة للركراكي وسامي ترابلسي برشا حسابات ولاعبين اللي ما يكونوش في المستوى المأمول، ربما ما يكونوش في حساباتهم في كان بقية اللقاءات والمحاولات والتدخل من بونو. ماذا يقول الحكم؟ والانذار معناها سيميلاسيون، يعتبرها سيميلاسيون من علي العابدي حكم المباراة المالي، والتدخل الأخير والإقصاء لعلي العابدي. أي جمعوا لإنذارين، أما يظل ثم احتكاك مع بونو وحكم المباراة رأى أنه ثم سيميلاسيون وإعادة من جديد هوني علي العابدي مع الحارس بونو. وبالطبع هو الحكم معناها كان في الزاوية الممتازة ورأى أنه مثل علي العابدي. لازمنا زاوية أخرى. 4-2 تفوق عددي سنادي أيوب الكعبي. هدف ثان الثاني في 90+2 بعد ما سجل في الدقيقة 80 أشرف حكيمي. أيوب الكعبي هجمة مرتدة سريعة ينجح في إضافة الثاني للمنتخب المغربي. في الوقت عبد الرحمن بحثنا على التعديل ولكن يستغل